عاوز أقول لكم معلومة خطيرة جدا. الصورة اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن حبات سوداني وقفت في القصبة الهوائية بتاع الطفل فقفلت التنفس تماما، وبالتالي ده كان سبب الوفاة. والصورة دي عبارة عن عينة من الرئة بتاع الطفل بعد الوفاة في كلية الطب، بيذاكروا عليها طلبة كلية الطب. لذلك احنا قلنا اكتر من مرة ممنوع ان انا ادي للطفل اي حاجة صغيرة زي حبوب السوداني او الحمص او اللب او الفشار او اي حتى العاب خرز صغيرة ممكن تدخل بالغلط في الجهاز التنفسي بدل ما تدخل في الجهاز الهضمي. وبالتالي القصبة الهوائية بتاعة الطفل حجمها صغير جدا، وحباية السوداني تكفي ان هي تقفل المجرى الرئيسي للتنفس. يعني لو حد كبير ممكن حباية السوداني تدخل في الرئة اليمين او الشمال، هتعمل له مشكلة بس مش هتموته. لكن في الأطفال الموضوع خطير جدا، فياريت ناخد بالنا من أطفالنا وما نسيبش قدامهم أي حاجة صغيرة في الحجم، سواء حاجات بتتاكل أو ألعاب.